السلام عليكم، أهلا بيكي معايا فنانة شمل. النهاردة هنعمل مع بعض ماسك ومقشر ولكن نينجا. مكوناته بسيطة وموجودة في كل بيت، ولكن لازم شوية تريكات وحاجات تفهميها الأول قبل ما نعمل أي ماسكات طبيعية أو هتشتريها من بره. لازم نعرف كلنا إن جمال البشرة مش بس الحاجات اللي بتتحط من بره. البشرة لازم تترطب من جوه قبل من بره، يعني انت لازم تبقى من جوه العناصر الغذائية كلها تمام، والحاجات البرانية دي بتبقى حاجات نتيجة عوامل الجو، نتيجة تعب، لخبطة، حاجات بسيطة. ولكن الأساسي جوه، يعني لازم نكون متغذين كويس أو واخدين كل المكونات الغذائية صح عشان نقول البشرة بتاعتنا محتاجة ايه. هنعمل ماسك بسيط جدا، ولكن الأهم زي ما قلت لك اللي جوه. الماسك بتاعنا النهارده بسيط جدا وموجود في كل بيت ونينجا فعلا، ومكوناته واكبر الدكاتره اتكلمت عنه. وده اللي خلاني عملت عليه ماسك، لان انا من الناس اللي هي ضد جدا اي حد يسمع على اي حاجه ويجربها عليه وبعد كده يقول جابت نتيجه ولا لا. ولكن لما يبقى في دكتور سمعته سابقاه ويقول على ماسك، يبقى ده يعني شابوه، على طول نرفع له القبعه. الماسك بتاعنا بيتكون من حاجات بسيطة موجودة عندك في البيت: معلقة قهوة، معلقتين جوز هند أو معلقة زي ما المكونات بتاعتك تلف، ومعلقة نشا. الثلاث مكونات دول مفيش حد يختلف عليهم. كل حاجة قنبلة لوحدها، يعني كل حاجة لوحدها لو استعملتيها ماسك لحاله. بس أنا عاملة الماسك ده النهاردة تفتيح وتقشير وتنظيف للبشرة وترطيب ومغذي للبشرة ومصحصحة كده. احنا بنشرب القهوة ليه؟ عشان نفوق ونصحصح. نفس الحكاية بتعمليها للبشرة، ولكن لازم تكوني زي ما قلت لك مرطباها من جوه. يعني ما تنسيش المية، ما تنسيش الفيتامينات بتاعتك، ما تنسيش البروتينات، ما تنسيش الكولاجين اللي بتاخديه من الحاجات اللي فيها دهون. والحاجات دي مش هنمنع الدهون نهائيا، ولكن بناخد الدهون الصحية زي من المكسرات وزي زيت جوز الهند وزي الحاجات المفيدة دي. من ضمن الحاجات المفيدة ان احنا بنشرب كمان فنجان قهوة الصبح لو احنا هنشرب قهوة. القهوة زي ما بتعمل من جوه بتصحصح الواحد لما بيكون نايم، كمان بتصحصح البشرة. احنا حاطين هنا معلقة، انا مش بعمل من الماسك الطبيعي كمية كبيرة، لا، احنا بنعمل اول باول يومين 3 زي ما يفضل معاكي اسبوع. هو يفضل مرتين بس من الماسك ده في الاسبوع. تقدري تعمليه قبل ما تنامي، تغسلي البشرة بتاعتك وترطبيها، وبيفضل تمرري عليها قطنة بمية ورد طبيعي. وبعدين بعد ما تنشف مية الورد معاكي تعملي الماسك ده، هيقشر ويرطب وينضف. تخليه على البشرة حوالي تلت ساعة، وبعد كده تشطفي وشك كويس بغسول أو بحاجة طبيعية برضو، وبمية دافية ما تكونش ساقعة ولا سخنة خالص. وبعدين تنشفيه ودي طبعا رطبتي ونضفتي، وتمرري كمان مرة تانية مية ورد على وشك، قطنة بمية ورد. كده انت عملتي الصح. بعد كده هتلاقي بشرتك رطبة ونضرة في نفس الوقت، وزي ما نقول مصحصحة كده وفيها حيوية. الماسك ده خطير جدا، واتكلمت عنه دكاترة كتير. وفوائد القهوة احنا عارفينها، وفوائد النشا، وفوائد زيت جوز الهند، ومن الحاجات الناقلة جدا لأي فيتامينات وأي معادن موجودة في الحاجة اللي هتحطيها في الماسك زيت جوز الهند. وهكتب لك فوائد كل حاجة على حدة، هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف إن شاء الله. الماسك ده حلو جدا زي ما بقول لك، حاولي تستخدميه مرتين في الأسبوع بس، لأنه فعلا ماسك قوي وحلو جدا ومقشر في نفس الوقت. وكده عملت لك زوم على الماسك بتاعنا، حاجة بسيطة وسهلة وسريعة. لا هتشتري مكونات بمبلغ وقدر من بره، ولا هتقولي خسارة الفلوس فيها ولا أي حاجة. دي حاجة انت عاملاها في البيت من المطبخ بتاعك، سهل جدا. وأنا بفضل جدا الحاجات دي. وقبل ما تحطي أي حاجة على جلدك لازم تعملي تيست على أي حتة صغيرة في كف يدك. هتعملي التيست هتلاقيه ما بيعملش معاكي اي، مع انه انا عارفه لان انا بشرتي حساسه وبعمل الماسك ده، والماسك ده ما بيعملش التهابات، ولكن ممكن في حد يتحسس منه. فكده هناخد قطعه على طرف الايد كده ونجربها الاول قبل ما نحطه على بشره الوجه يعني. وبعدين هتشتغلي فيه كده بحركات دائريه، منه مقشر ومنه مغذي ومنه كمان مرطب في نفس الوقت. ماسك نينجا بمعنى الكلمة. هنعمله مرتين بس في الأسبوع، ما تكتريش، لأن أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها على طول. بالشكل ده غذينا وقشرنا ونضفنا البشرة بتاعتنا،
وهنمرر مرة تانية قطنة بمية ورد هتخلي الحكاية فلة زي ما بنقول. بالشكل ده عملنا تونر وعملنا مقشر ومغذي ومرطب للبشرة. وبكده أكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، وأشوفكم في فيديو جديد، وما تنسينيش في الاشتراك في القناة. السلام عليكم.